مصر والنادي الاهلي اللي جاب اجوال كتير من الحته دي في منتخب مصر بطولة الامم الافريقيه مع النادي الاهلي مع المولوديه مع كلاس المغرب. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي وشوطه جامده، جول! طاهر ابو زيد يحط الجول الاول للنادي الاهلي. طاهر ابو زيد يحط الجول الاول للنادي الاهلي. وربيع للخطيب لأسامة للخطيب، وحلوة لربيع ياسين ومش اوفسايد وماشي وعدى من فرحي وممكن يبص بره ويلعبها بالعرض ويلعبها ايه جول! مجدي عبد الغني جوه جول! الجول الثاني للنادي الاهلي يحرزه مجدي عبد الغني من 3 تمريرات حلوة بين أسامة والخطيب، وأسامة والخطيب يلعب كورة حلوة لربيع ياسين يمشي بيها من فرحي وحمدي لعلي هيئ نفسه، ممكن يشوط انما حلوه ممكن جول أسامة عرابي، علاء ميهوب، الخطيب، الجول الثالث، شوطة حلوة يا عيني على الحلاوة. ايه الحلاوة دي يا ولد يا ولد يا ولد! الجول الثالث للنادي الاهلي في الدقيقة 30 من الشوط الثاني. فات من الوقت نص ساعة من الشوط الثاني واصبحت النتيجة 3 للاهلي لا شيء لاسك. يا سلام. رضوان متعدي بيلعبها بالعرض، محمود الخطيب، كورة حلوة من عامر يخطفها الخطيب بسن جزمة في الجول الأولاني للنادي الأهلي في الدقيقة 45 بسن الجزمة. يلعبها طويلة لحمدي يطلع شبيك، انما ناصر محمد علي يحط الجول الاولاني للمقاولين مخطوطة. خطف الكورة من قدام شبيك ويحط الجول الاولاني، اصبحت النتيجة 1-1. مصطفى عبده برجله الشمال ومجدي عبد الغني جوه جول قنبلة. مجدي عبد الغني قنبلة، مجدي عبد الغني 25 سنة مجدي عبد الغني والخمس اهداف مجدي عبد الغني. يا سلام يا مجدي، طالع ايه وهد ايه وحلاوة ايه جوه جول قنبلة مجدي عبد الغني. انما جول حلو كورنر مصطفى عبده. لسه بقول لحضراتكم سيطرة تامة من النادي الاهلي. الجول الاول للنادي الاهلي في الدقيقة تقريبا 33 يجيبوا مجدي عبد الغني نجم وسط النادي الاهلي.